نفسي اهرب من عذابي، نفسي ارتاح بين ايديك. يا سلام على الروقان. على فين كده ان شاء الله؟ عندي ميعاد مع ندى يا حاج. ايوه يا عم، اتاريك رايق ومتشيك على الاخر. هنعمل ايه بقى؟ ما انتوا السابقون واحنا اللاحقون. ربنا يوفقك يا يوسف ان شاء الله. الله يبارك لك. بقول لك يا حاج، دلوقتي عدم مؤاخذه يعني لو ندى سالتني قالت لي ميعاد الحفله والخطوبه والحاجات دي امتى، ارد عليها ولا ايه؟ خطوبة ايه بس؟ ما انت عارف اللي احنا فيه، كلها الظروف اليومين دول مش سامحه يعني نحدد ميعاد الخطوبه وحاجات من دي. ليه يا حاج بس؟ ما تسيب ندى تختار الميعاد اللي يناسبها، دي عروسه وعايزه تفرح. ما انت عارفه الظروف اللي احنا فيها يا دلال. يا حاج ظروف ايه وجوابات ايه بقى؟ احنا عايزين نفرح، وبعدين الحي ابقى من الميت. طيب عندك حق برضه. خلاص شوف خطيبتك عايزه ايه واعمله لها. والله ما عارف اقول لك يا حجيج. الله يبارك لك. خلاص يا حبيبي. الله يبارك لك. مبروك. طيب سلام عليكم. يا الله. ابقى سلم لي على العروسه يا يوسف. اوكي يا بوب، انا رايح لسكرتير التحرير، مش عايز حاجه. شكرا يا محمد. ماشي. صباح الخير يا ايهاب. صباح النور يا ريم. انت مش قلت لي ان احنا زملاء ولازم نتعاون مع بعض؟ طبعا قلت لك. ما في حاجه ولا ايه؟ من فتره كده كنا بنتكلم في موضوع تجاوزات رجال الاعمال، وانت لفتت نظري لحاجه، فاكرها؟ طبعا فاكرها. قلت لك هنفضل نقول كلام في كلام لغايه ما يبقى معانا مستندات بجد، ساعتها تبقى خطه صحفيه حقيقيه. اوكي اتفضل اقرا. ايه ده؟ دي المستندات اللي هتثبت صحه كلامنا. انا هسيبك تقراها وبعدين تقول لي ايه رايك. متشكر. متشكر قوي يا ريم. متشكر على كل حاجه بتعمليها علشاني. لا انت ما تشكرنيش على حاجه، ده واجب عليا. مش احنا زملاء ولازم نقف جنب بعض؟ بعد اذنك. اتفضل يا حاج. ادي القلم السحري اهو. سحري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل هشتوت. اوعى يطلع منه حاجه يا ابني. وده مكسبه كويس. ده بيعمل ايه يعني ده؟ مكسبه كويس ايه يا حاج؟ هو احنا هنلاحق على طلبياته؟ ده كله دلوقتي عايز يتجسس على كله. يعني ده تقريبا اتكلف كام بعد جمركه ونقله والحاجات دي كلها؟ ده تكلفته يا حاج 32 جنيه. 32 جنيه؟ طب ده بالميت بقى لازم نبيعه ب100. مش عارف ليه قلبي مش مطمن، حاسس ان احنا هنتورط في البضاعه دي. بقول لك ايه يا حاج، سيب عليا الموضوع ده وما تحملش همه، ماشي؟ الاستاذ اباظه وصل. خليه يخش خليه يخش. بقول لك ايه يا حاج، اباظه ده المشتري اللي هيشيل البضاعه كلها. سيبوا لي. اتفضل يا استاذ اباظه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا حاج، يا اهلا يا حاج، يا اهلا. ايه النور ده؟ حاج اباظه اهو. اتفضل. اهلا 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 اهلا. ادي يا سيدي عينات البضاعه الجديده، عاين بنفسك. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ انا بالصلاه على النبي كده البضاعه دي كلها تلزمني. بس بقول لك يا حاج اباظه، البضاعه دي بالذات كلها كاش. كاش؟ كاش يا عم يوسف، بالراحه علينا شويه يا عم، صلي على النبي. ده هيلا حته قلم سوقه في دخلة المدارس وشكرا. عليه الصلاه والسلام. لا يا عم هات القلم اهو، ولا سوقه دخلة مدارس ولا بتاع. ادي القلم اهو يا عم، ويا دار ما دخلك شر. خير؟ مالك يا استاذ يوسف؟ بتبص لي كده ليه؟ في حاجه ولا ايه؟ ان شاء الله مفيش حاجه. خلينا احنا في موضوعنا. قول لي اخبار الحاج جد ايه؟ يا ساتر يا رب على دي سيره، والنبي افتكر لنا سيره عدله يا حاج سيد. يا باي عليه راجل، ده لا بيقبلني ولا انا بقبله. بقول لك ايه، ده حتى بيكره كره العمى يا حاج. يا ساتر. اعوذ بالله يا راجل، ده كلام. الحاج جد ما بيقبلنيش. ده الحاج جد ده راجل سكره طيب. طيب ده انت اللي طيب يا حاج، ده حرامي. طيب تقول حاجه هنا؟ تعالى بقى شغل لنا العفريت. موسى نبي، عيسى نبي، محمد نبي، وكل من له نبي يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تعالى يا عم الشيخ، تعالى صلي معانا على النبي عليه الصلاه والسلام. ورينا كده.
يا ساتر يا رب على دي سيره، والنبي افتكر لنا سيره عيد يا حاج سيد. يا باي عليه راجل، ده لا بيقبلني ولا انا بقبله. بقول لك ايه، ده حتى بيكره كره العمى يا حاج. يا ساتر اعوذ بالله يا راجل، ده كلام. الحاج جد ما يبرديش، ده الحاج جد راجل سكره طيب. طيب ده انت اللي طيب يا حاج، ده حرامي. طيب وزكي طالع في السيما. الله، شفت بقى القلم الساحر ده بيعمل ايه؟ يعني ممكن تخرب بيت اي حد وانت واقف كده على كيفك. يا حاج اباظه، جاي ولا قلبك خفيف ولا ايه؟ قلبه خفيف ايه؟ ده راجل زي الفل. وخلي بالك دي بضاعه روفي، مش هتلاقيها غير عند الحاج سيد الدقاق وولاده. ما شاء الله ما شاء الله يا حاج سيد. طيب قول لي بقى بالصلاه على النبي كده، الحته تقف عليا بكام بالظبط؟ 200 جنيه. ايه يا يوسف يا ابني، انت مش قبل كده لسه قايل لي ب 300 يا؟ الله الله الله، ده يا حاج 300 ايه و200 ايه؟ ده كتير قوي يا حاج قوي. طب يا عم انت حبيبنا برضه، الراجل ده حبيبنا، ده لسه شاتم في الحاج جاد. طيب بص يا حاج، وده اخر كلمه عندي، والسعر ده محدش غيره هياخد بيه 180 جنيه. لا اسمع كلمتي الاخرانيه بقى، عم اباظه حبيبنا مش هياخد باكتر من 175 جنيه. يا نهار اسود منين؟ ايه يا حاج؟ قفلت، مفيش كلمه، خمسة عشانه برضه، ده حبيبنا. وحيدو، عملت لك مفاجأة، جبت لك حاجة بقى يا رب تعجبك، قميص جديد. بكام؟ بفلوس كتير يا سيدي. وبعدين ايه بكام دي؟ هو انت ناوي تديني تمن ولا ايه؟ ده هدية. هلبسه فين يا سمر؟ هو انت شايفاني مقطع الخروج قوي؟ هتلبسه يا سيدي وتخرج بيه. وانت ما تخرجش ليه؟ مش من حقك يبقى عندك يوم اجازة تخرج فيه وتتفسح؟ تقدري تقولي الكلام ده لابوكي؟ ده انا لو طلبت اجازه هيرميني بره البيت. مش انا يا سمر اللي يعيش زي البني ادمين. يا وحيد انت ليه محبط كده؟ وبعدين انت ليه مالكش صحاب تخرج معاهم؟ ليه؟ العربيات اللي في الجنينة والورد وكتب اللي انت شايفاها دي. مش انت مبسوط معاهم؟ دي اهم حاجة. المهم تكون مبسوط، والمهم ما تضايقش نفسك ولا تحبط ابدا، علشان الزعل ده ممكن يخليك ما تخفش بسرعة. وبعدين انا كنت عايزة اطمن بقى، انت الدواء بتاعك بتاخده بانتظام ولا لا؟ منتظم وما تخافيش. انا متشكر على اهتمامك. على ايه يا وحيدو؟ انت اخويا حبيبي. يلا بقى، عايزك تقيس القميص، عايز اعرف مقاسك ولا لا. مش وقته، هبقى اقيسه. ايوه امتى يعني هتبقى تقيسه؟ لما تجيبي له بنطلون. ايه الطمع ده؟ ماشي يا سيدي، هجيب لك